ماما مالك يا بنتي؟ كمال اتجوز من ورانا يا ماما. اتجوز؟ مش معقول، مش ممكن. بقول لك اتجوز، انا شفته بعينيا دول راكب عربيته في الزمالك ومعاه واحده ست، ونزلت وسالت البواب بتاع العماره اللي نزلوا قدامها، قال لي دي الست اللي معاه تبقى مراته. قولي كلام تاني يا سميحه. هو يا ريته اتجوز وبس، ده خلف ولد يجي عمره 2 سنين. سميحه انت بتتكلمي جد؟ انا مستعد اخدك اوديكي لغايه هناك عشان تشوفي بعينيكي. دي تبقى مصيبه كبيره وحطت علينا. صدق اللي قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. انت بتقولي ايه يا دادا حليمه؟ بقول وايه يعني لما سيدي كمال يتجوز من وراكم؟ له حق. له حق ازاي بقى؟ ما هو اتجوز يا ستي مره بمعرفتكم، هو يا كبدي عليه طلعت ندامه. بس يا وليه انت بلاش تخريف، غوري من وشي. هو بعدين يا ماما؟ حق يا بنتي، يا فرحه العدو فينا، يا شماتة اللي يسوى واللي ما يسواش. قولي يا شماتة حماتي فينا. ايوه يا شماتة حماتك اللي طول عمرها تدعي عليا بمرات ابن تجيلي على غفله. ما تزعليش نفسك يا ماما. ما زعلش نفسي ازاي؟ بقى ترمل عليكم 32 سنه واضيع شبابي وصحتي واللي حيلتي، واضيع 10-15 عريس معتبرين، واخرة المتمة يجي اخوكي ويعمل العملة السودة دي. ما هو ما فيش فايدة من زعلك، هو عمل عملته وخلاص. مش ممكن اسكت على المسألة دي. وهتعملي ايه؟ بعدين تشوفي هعمل ايه. كمال. ماما. ايوه ماما. وايه اللي خلاكي قاعده لغايه دلوقتي وفي الضلمه كمان؟ ولع النور وتعالى. وهو كذلك. مساء الخير يا ماما. لا خير ولا شر، تعالى هنا. نعم. انت جاي منين دلوقتي؟ من المستشفى طبعا. من المستشفى ولا من العمارة الحمراء اللي في الزمالك؟ ايه الحكايه يا ماما، جرى ايه؟ ما جراش، بس عرفت الحقيقة. حقيقه ايه؟ الحقيقة اللي انت مخبيها عليا. انا مش فاهم حاجه، تقصدي ايه؟ عجيبة بقى، انت ابني اللي مربياك وعجناك وخبزاك على ايديا. ليه بقى يا ستي؟ انا برضو ابنك وما اتغيرتش. لا اتغيرت كتير عن الاول يا كمال. ازاي؟ عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول لما حضرتك متجوز ما قلتليش ليه. وانت عرفت منين؟ وعرفت انك مخلف كمان، اظن مش ناقص حاجه تستغفلني فيها. افتكر يا ماما دي حاجه تسرك. وخبيت عليا ليه لما انت عارف ان دي حاجه تسرني؟ افهم من كده انك زعلانه بس عشان خبيت عليكي؟ دي حاجه، والحاجه التانية تقدر تقولي اتجوزت ليه من ورايا؟ ما هو انا يا ماما ما حبيتش اكرر المأساة، مأساة الجواز الاولانيه. انا خدت لك الاولانيه عشان تساعدك، لكن طلعت قليله الاصل وحبت تعمل ست عليا. دي كانت بنت حلال وانت اللي نغصت علينا عيشتنا وخليت البيت جحيم. ده انا اللي خليت البيت جحيم مش هي. يخونك تعبي وشقايا في تربيتك، يا خساره شبابي وصحتي اللي ضيعتهم، يا خساره السنين الطويله اللي ترملتها عشان اسعدك. وحياتك يا ماما بلاش الكلام ده. وفهميني انت عايزه ايه بالظبط؟ عايز اعرف اللي خدتها دي اصلها ايه، فصلها ايه، وعندها املاك ايه. ده كله مش مهم دلوقتي، المهم انك تعرفي اني سعيد معاها. ازاي الكلام ده؟ هو انا ماليش رأي؟ هو انا طرطور هنا؟ مش قصدي، انما يعني دي مسائل كانت تتناقش قبل الجواز مش بعده. لازم لا اصل ولا فصل ولا املاك عندها. يا ماما مش كده. ما هي لو كانت تشرفك ما كنتش خبيت عليا. يا ستي انا راضي بيها ان شاء الله تكون ايه كمان. ما فيش كلام من ده، انت لازم تخلص منها حالا، فاهم؟ ايه ده يا ماما؟ انت بتقولي ايه؟ هي المسألة لعب عيال؟ ده انا اب دلوقتي، واذا كنت سمعت كلامك وطلقت مراتي الاولانيه مش ممكن اقع في الغلطه دي تاني ابدا. كلمه ونص، طول ما الست دي معاك لا انت ابني ولا اعرفك. ارجوك يا ماما اتفضلي نامي حضرتك دلوقتي وبلاش الكلام في الموضوع ده. انا داخله انام، لكن من بكره الصبح لازم نشوف حل، مش ممكن اسكت على كده، مش ممكن اقبل الموضوع ده ابدا. رحتي للشيخ علام يا ماما؟ ايوه، وقال لي هتتطلق بعد رش العمل ب24 ساعه. والعمل ده يبقى ايه؟ اهو يا بنتي شوفي، ده حنظل مخلوط بكف عفريت وتراب تربه وعظم جمجمه صهيوني. وده يعمل ايه يا ماما؟ بقول لك ترشيه من هنا وتدب الحريقه بين الاتنين من هنا، وما تنطفيش الا بالطلاق اللي ملوش رجعه. يا عجيبه يا ماما، ده راجل سره باتع، الناس بتحكي عنه العجب. تتصوري محمود اللي بيكره عنايات عمتي وطلقها بال3 يرجعها ويكتب لها العماره اللي حيلته بعد ما الشيخ علام عمل لها حجاب. طب لما هو شاطر كده ما تعملي لي حاجه عنده اخلص بيها من ام مصطفى الوليه القرشانه دي. اطمني، انا ما صدقت عرفت الراجل اللي سره باتع ده وقلت اخلص من حماتك ومرات كمال مره واحده. هو قال لك ايه على حماه؟ اداني الحجاب ده وقال لي ادفنيه في تربه مهجوره مع حته من قطرها، وبعدها مصطفى هيكره امه عمى، مش هيروح ناحيه بيتها، وان ماتت مش هيمشي في جنازتها. اهو كده. وقال لك ايه عليا انا؟ اداني الحجاب ده وقال لي
تعلقيه في بلكونة بحرية يحبك مصطفى ويدب في دباديبك، وساعتها تبقي تشتري وتبيعي فيه على كيفك. هو ده اللي انا عاوزاه. وعلى كده خد منك كام يا ماما؟ 20 جنيه مقدم و20 جنيه مؤخر. ياه، مش كتير؟ لا، ده انت لو سمعت الكلام اللي الناس بتقوله عنه ما كنتيش تدفعي له اقل من 100 جنيه. ده يظهر مصطفى وصل يا ماما. طب انزلي له يا بنتي، بس خدي بالك بالحاجات اللي معاكي، اعملي كل اللي قلتهولك زي ما قال الشيخ علان. طبعا يا ماما. سعيدة يا ماما. سعيدة يا حبيبتي. حليمة. افندم يا ستي. مالك يا حليمة؟ لو يا بوزك ليه؟ اتكلمي. اقول لك الحق يا ستي ولا تزعليش مني؟ قولي. انا من ساعة ما رحت مع حضرتك للشيخ علام وانا بستغفر ربنا، ولو يصوم 3 ايام تكفير عن الذنب ده. ذنب ايه يا ولية يا عبيطة؟ يا ستي ده انا طول عمري ما اذيتش حد، اقوم اجي على اخر الزمن وامشي في خراب البيوت. اولا انت رحتي معايا زي ما بتروحي في اي مشوار، ثانيا انت حاشره نفسك في الموضوع ده ليه؟ اصل يا ستي انا عارفة اعمال الراجل ده سره باتع، يبقى حرام علينا نروح له علشان نطلب منه يخرب البيوت. انت هتفهمي في الحلال والحرام اكتر مني.